من أزقة الأعظمية القديمة وأجوائها التراثية ولدت سيارة خشبية من تحت أنامل مصطفى رشيد، الذي جعل من سيارته المنتهية الصلاحية إلى نموذج يلفت الأنظار ويعجب المارة، بل ويضطر في الكثير من الأحيان إلى التوقف لأن شخصا هنا أو هناك يريد أخذ صورة بالقرب من السيارة الغريبة. شيء ما مطروق قبل، وهي بالضبط يعني السيارة كان تريد تتسقط، فقلت اسوي شيء يعني من يعني يريد ينتهي وتصير رقم وتروح وتنجأص، اسوي فشي يعني العالم يسولف فيه ويصير فشي حلو. يعني هو انا روحي بالتراث العراقي، يعني هذا الشيء كلش من انا صغير كلش متعلق فيه، احبه. يعني مثلا كنت اسمع سوالف اهل قبل، هيك اهل قبل ناس طيبه، ناس على بساطتهم، شيء طبيعي وصادقين يعني بعملهم. أسماها رزان، وتحمل أمنيات يطلب مصطفى فيها أن يحفظ الله العراق والعراقيين من الشر. شكلها الخشبي من الخارج منسجم مع داخلها بشكل كبير. أصوات المقام العراقي ومقاعد قديمة وقطع من سجاد جعل من هذه السيارة جزءا من موروث شعبي يتنقل في شوارع بغداد ويذكرهم بماض قديم ما يزال عالقا في أذهان الكثيرين. ويذكرهم قلبي وهم بعيد. والله اللي عجبنا بها فد حركة غريبة صارت، نوعا ما جذبت أنظار كل أهل بغداد، لأن ما صار هي شيء يعني قبل. نعرف احنا قبل كان اكو بقديم الزمان اكو شيء اسمه دق النجف اللي هي سيارات الخشب، بس بهذا الوقت الحديث ما يعني فكرة غريبة ما مطروحة، أول مرة احنا نشوف هذا الشيء. عبارة عن مشروع بسيط ولكنه يعطيك رسالة انه الشعب العراقي بامكانه يبدع اكثر اذا دعمته اكثر. هاي فقرة. في الفقرة الثانية يبين لك انه الشباب العراقي بعده شاب محب للحياة، شعب محب للحياة، محب للابتسامة، محب للابداع. وترى اذا جنابك الكريم يعني تسوي جولة بعد ببغداد، هذا المشروع الحلو ما حتشوف اخر مشروع، حتشوف ابداعات شباب بعد، معارض فنية تروح لبنوءات، معارض كتب، منتديات ثقافية، مجالس شعرية. كأنما هذا المنجل يعبد الطريق للسيارة الغريبة لتتجول في الأزقة الشعبية مع مطرقة خشبية ضرب بها مصطفى النمطي والتفكير التقليدي ليقول للجميع إن الأشياء من حولنا قابلة لأن تكون جزءا من الإبداع. يبدو أن الشاب مصطفى أراد أن يأتي بهذه السيارة الغريبة بشيء مبتكر وفعلا نجح في جعل المارة أن يقفون عندها ويتمعنون بما صنعت يد هذا الشاب. لبرنامج عيون ديوان من بغداد، حيدر الكرخي.